من غير طحينة ولا لبن بودرة ولا سمسم ولا خامات كتير ولا تكلفة كتير. هنعمل مع بعض برطمان النهاردة من الحلاوة السبريد الشوكولاتة ب20 جنيه بس. ازاي ب20 جنيه؟ ده اللي هنشوفه مع بعض في الفيديو بتاعنا. حبيت هنا اوريكم القوام بتاعها. العيش ده طبعا اللي انا كنت خبزاه معاكم، زي ما انتوا شايفين قوامها حلو جدا وبتتفرد كده بكل سهولة، وكمان طعمها حلو جدا. ما تيجي نشوف الجمال ده اتعمل ازاي، ويلا نقول بسم الله. اول حاجة هنا عندي ب20 جنيه حلاوة طحينية، اشتريتها عادي خالص من السوبر ماركت. تمام. هحطها كده في بولة عندي، وهبتدي ان انا افتفتها كويس قوي بالشوكة بتاعتي. تمام. زي ما انتوا شايفين كده فتفتها كده كويس قوي قوي. بعدين بقى هنزل عليها بكمية الكاكاو اللي هستخدمها. هستخدم هنا 3 معالق صغيرين من الكاكاو الخام. هبتدي انزلهم بالتدريج لغاية لما اوصل للون اللي انا عايزاه. نزلت هنا باول معلقة، وهبتدي ان انا اقلب، وهنزل عليهم بقى بمية سخنة. اهم حاجة المية عندي تكون سخنة. تمام. وهبتدي اقلب كده زي ما انتوا شايفين لغاية لما الحلاوة تتفك معايا، ويبقى قوامها زي ما هنشوف مع بعض في الفيديو. تمام. زي ما انتوا شايفين كده لقيت هنا القوام فاتح او اللون فاتح، فحطيت معلقة صغيرة كمان من الكاكاو الخام وشوية مية سخنة برضو، وابتديت ان انا اقلب مرة تاني. لقيت برضو اللون فاتح شوية، نزلت عليهم تاني بمعلقة صغيرة من الكاكاو الخام، ودي كانت اخر معلقة، وكمان معلقة من الزبدة عشان تبقى غنية كده شوية. عشان طبعا الحلاوة اللي بتبقى معمولة برا ما بتبقاش غنية زي اللي بنعملها في البيت. دي طريقة سريعة جدا للحلاوة السبريد. ده كان قوامها زي ما انتوا شايفين. طبعا هي سايلة كده عشان هي كانت المية كانت سخنة. تمام. هجيب بقى برطمان نضيف معايا كده معقم وناشف جدا مفهوش اي نقطة مية، وهنزل بخليط الطحينة او خليط الحلاوة السبريد عندي زي ما انتوا شايفين. زي ما انتوا شايفين كده معايا البرطمان ده تقريبا وزنه 400 جرام. هنا كان مقرب يعني على 400 جرام وب20 جنيه بس. وعملناها بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة في البيت. بحبكم جدا في الله، ما تنسوش لايك وشير كتير.